ستيك أنس وشنجر بنج النو وسلن كاتيه من عند مين؟ بهيج ملك الفسفور العجيب وخلاص. ورحت عند عم عادل على فرع وسط البلد. خلينا نجرب بهيج ونشوف يا ترى الأسعار عنده كيف. أحلى شي بالمحل الديكورات ما شاء الله، وفعلا نظافة المحل لحالها بتحكي. مكانه وين يا أبو الجود؟ عند دار القضاء العالي عند محطة المترو تبع جمال عبد الناصر. كتير في عالم ما بتعرف تروح لهنيك، فهلا أنا دليتكم على المكان. شوفوا لي الديكورات ما شاء الله كتير كتير كانت حلوة وجذابة، بتخليك أنت تستمتع وأنت عم تستنى الأوردر تبعك لبين ما يجهز. طبعا أكيد وضحكة العم عادل يلي محطوطة بكل مكان أنت بتشوفه بالمحل، وصورت لكم المينو مشان تشوفوا الاسعار. طبعا اسامي الاكلات اللي عنده بصراحه انا كسوري كتير استغربت، من شنكره بنج النو وسهلن كاتيه والاسامي كتير غريبه. فانا جربت ان شاء الله من عنده اليوم بس سندويشتين، واخذت ارز الصياديه، وطبعا اعطوني الكيس عليه صوره العم بهيج كتير حلوه بصراحه. وانا كتير متحمس لجرب السندويشات اللي عنده. طبعا في عنده اسعار السندويش بتبلش من 45 جنيه وانتم طالعين. طبعا هون جبت انا الجمبري مثل ما شفتوا انتم، بصراحه الكميه يلي فيها كتير كتير منيحة على هوا السعر. يعني هي سعرها 80 جنيه. شوفوا الكمية يلي فيها والصوص يلي فيها كتير كتير عجبني. والحلو انه ما بيحطوا لك شغلات كتير معي، يعني انت ما بتتضايق، بتلاقي بس الجمبري مشان تاخد طعمته مزبوطة كتير حلوة. وشوفوا حجم القطعة، طبعا القطعة لحالها بتحكي كتير حلوة، هيك نعومة صغيرة وطيبة كمان ونظيفة. يلا هلا بننتقل على الفيليه. انا بقى بدي اشوف الفيليه لانه انا كتير كتير بحب الفيليه، ولا شوف يا ترى هل رح يكون في ريحه زنخه او لا. بس بصراحه كان كتير طيب. وشوفوا 3 قطع بالسندويشه، يعني حجمها منيح بتشبع شخص. وانتم كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو اكتر نوع سمك بتحبوه. الفيليه كان طيب وممتاز. وهون في صوص حاطينه بتحسوا كانه في طحينه وهيك، حبيته لانه كمان كتير هيك مركز وطيب عجبني يعني. هلا بقى خلينا نشوف الرز. رز الصياديه كل حدا راح عند بهيج جربه وقال كتير كتير طيب. فهلا انا رح شوفه يا ترى رح يكون مخبص ولا مستوي ولا كيف. بصراحه وقت فتحت العلبه طلعوا المنظر كيف ما شاء الله، كتير كان مرتب منظره وحلو. وطبعا بيحطوا لك معلقه وشوكه. وكمان يا جماعه الخير الحلو انه شوف الاكل شلون. والشباب يلي هنيك كمان كتير هيك تعاملهم كتير حلو. وانا كنت عم بصور طبعا ما حدا قال لي شيء. ونظافه المحل كانت كتير حلوه. هذا اهم شيء بيهمني انا. بيهمني اول شيء نظافه المحل، وجودة الأسعار كمان كيف تكون. بقى منشوف الأكل بقى هون بعد كل هاد بقى بنجي على الأكل. فبصراحة أكله بيفوز وعجبني. كل حدا جرب بهيج يكتب لي بالتعليقات وشاركني. كل حدا مصري شاف الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك ويكتب لي شو أكتر شي مشهور عندكم بمصر، وإذا من أي بلد عربي كان شو أشهر أكلة موجودة ببلدك. سلام.